نكسبهم باذن الله. ولادنا النهارده كانوا بيلعبوا وادي دجله وعفاريت عصام الحضري اللي كان عامل سحر في الجون بتاعه. انا بكلم بجد. عصام الحضري النهارده عامل سحر، محصن الجون بتاعه ودي على كده. شوف كام كره اتشاطت وهو ما لمسهاش. اللي عفريت الصغير بقى يطلع. لا ما عادش كبير في السن دلوقتي، اسمعني بس. كبير في السن حتى كمان يعني. صدق وتم بالله طول عمره بيعمل سحر. هو الحظ ما لعبش دور مع الزمالك النهارده. لا مش حظ. انا عارف كويس قوي اللي عمله. هو كان محصن الجون، كرة تتشاط يمين شمال يعني البلانتي مثلا بتاع محمد ابراهيم ده خلاص، هو كرة يدخل في الجون، العفريت الصغير مطلعها له بره. ايه المشكله؟ سياده المستشار يعني بتكلم بجد مش لا بتكلم بجد. عصام كان عامل سحر النهارده اللي بقول لك لا هو بص ادام السحر ده مذكور في القران فعايزين ناخد موضوع بالموضوع يعني. عصام الحضري بيلجأ للسحر والشعوذه بقاله 15 16 سنه من ايام ما كان في المنتخب. طبعا ده ما يمنعش ان اولادنا في وادي دجله لعبوا ماتش يعني على قد امكانياتهم كانوا ممتازين جدا، واخد بالك. فعشان بقول لك النهارده اولادي انا الزمالك كان بيلعب وادي دجله وعفاريت عصام الحضري، وانت شفت ثقه حضرتك في الموضوع ده مليون في المية. اتحداه تعرف اتحدى بالظبط كده. طبعا بعرف. بتحداك يا عصام يا حضري، ولو اتكلم هقول له الراجل اللي بيعمل السحر السوداني اللي بيروح له كمان يعني. انا لما بقول حضرتك تعرفه فعلا. انا طبعا انا عارف. هو اللي فك ايه؟ انت تقول لي جولين دخلوا القران، كتر القران. انا بقول لك اهو. انت عارف انك تفاعل حضرتك بقى من المقصوره الرئيسيه. انا فكره انا جيت الشوط الثاني. الشوط الاولاني كله ما كنتش موجود عشان كان عندي لقاء مع سيد وزير الشباب والاستاذ رئيس اتحاد الكوره ووفد الفيفا والاستاذ هاني بريد. فانا الشوط الاولاني كله فاتني، لكن انا بقول في النهايه انا احب الفريق اللي يلعب هو بمجهوده. حضرتك مش مصدق؟ ارجع للماتش تاني وشوف الكور الانفرادات اللي كانت للزمالك والجون فاضي والعفريت يصد يمين وشمال. برضه حضرتك جيت والزمالك مغلوب والزمالك تعادل وما ضربش. لا ما انا عشان كده بقول لك انا بقى اللي فكيت السحر والشعوذه. الله عليك. مش انا فكيتها. لا انا هتقرا قران، بس الكلام ده بيتفك بالقران، واخد بالك. انت هتقرا قران هيتفك. طب هتعملوا ايه في ماتش افريقيا بقى وماتش فيتا كلوب يعني؟ المباريات دي ملوك السحر بقى. والله لو عصام الحضري راح يبقى ربنا يستر. ممكن فرص الزمالك باقيه في الصعود المربع الذهبي. شوف هو بص الماتش النهارده النقطه دي هي اللي فرقت، لانك انت النهارده حتى انت كسبت النهارده ليك كام بونت؟ 34 مش كده؟ كان لازم تكسب اتحاد الشرطه، خلي بالك. فالنهارده النقطه دي، لكن لو انت النهارده كنت انهزمت كان عندك 31. حتى لو كسبت اتحاد الشرطه كنت طلعت بره انت والاسماعيلي. كده لازم تكسب اتحاد الشرطه. لو كسبت خلاص انت دخلت المربع الذهبي، وانا متفائل باذن الله اولادنا ان شاء الله هياخدوا الدوري السنه دي.